سديتي الجو سديتي البر، ومني جا كاس الشام قال لك سيدي الا بغيتيني نجي لعندك خصني نجي عندك برحله مباشره وحطك بين مازقين صافي لا ثالث له. يا اما تفتح الحدود وتبان قدام العالم بانك ضعيف وانك ما عندك كلمه، يا اما تقول لا وما تفتحش، والمره الجايه ما تبقاش تفتح فمك وتقول انني باغي ندير واحد التظاهره عالميه او باغي ندير واحد التظاهره كرويه او رياضيه، لانك عندك مشاكل، عندك مشاكل وسد حدود، فبالتالي ديما غتخلق لهم مشاكل، وهنا غتلقى راسك بانك وليتي مسؤول. وهذه هي الدبلوماسيه المغربيه، هذه هي السياسه، يخليك تخرج الاوراق ديالك كاملين وتغضب وتنرفز، وفي الاخير كيبدا عليك بالصنطه، هاك بالك ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه، والبادئ اظلم. باقين غنشوفوا هذا الشيء اللي دارت يعني المغرب، باقين غنشوفوا. لذلك كنقول بزاف ديال الناس ما تخافوش، المغرب حكيم في التعاملات ديالو، وحتى الاوروبيين باش تفهموا هذه القضيه هذه، راه حتى الدول الاوروبيه عارفين المغرب.